البيرات على سيك ميموزا في فينال التاريخ في 2-2 في جنوب افريقيا. 1-0 ربحوهم في الفيليكس هوفا تبواني. هذا اللاعب رقم 2 القائد بنات تابو. ترجع كرة لفريق الترجي التونسي، فما لمسة يد، ترجع كرة من الفرجاني. شوف ان تكتيكيا المباراة اسهل مباراة سان جورج، خاطر سان جورج ينكمش في الدفاع ويلعب على المرتدات، بينما هنا الترجي يلقى المساحات. 1-0 يا الدولة، 1-0 يا الترجي عن طريق طه ياسين الغليسي. قلت لك تكتيكيا اسهل من مباراة سان جورج، خاطر سان جورج يلعب التالي ويكنتر، بينما هنا سان داونز يضطر للهجوم والترجي يبدا ببركات الشهر الفضيل. بغير باس الاخرى لمسة يعرب ويحطها في ظهر علي جمال، الحارس مختص ومعروف شد برشا بينالتيات، بينما هنا كرة خطيرة صعبة جدا، كرة صعبة وهدف التعادل الفريق الجنوب افريقي. تقريب من اول كرة، تقريب من اول فرصة فريق سان داونز في 20 دقيقة، كونتر اتاك، كرة سريعة يضرب بها دفاع الترجي ويعادلون النتيجة في وقت مبكر. رد سريع من الفريق الجنوب افريقي على هدف الترجي عن طريق لاعب الوسط القادم من الخلف فيلاكاتي. هنا الكرة شوف سهولة الاختراق، اين التغطية، كرة ضاعت لمباركي في فرصة والشامو ضايعة جدا. هذه الكرات تكررت وهذا اللي قلق انه الترجي تقريب قبل اهداف في كل مبارياته. هذه المباراة الخامسة باستثناء سان جورج اللي لا سجل قبل، في مباراة حورية، في مباراة الفيتا، في مباراة اليوم. الترجي يفتح باب التسجيل عن طريق الله يا الترجي لما اسمك يكتب 2-1. فما كاريزما للاعب ياسين اللي خرج بكوره وبينالتي الترجي في الكوب بعد 4 ايام يشوت بينالتي للتاريخ. يا سان داونز، يا سان داونز 33 مباراة ما توصللهاش. الترجي يكتب التاريخ، كيف لا يا سادة، وهو كاتب التاريخ. يا الافريق الغول رجع بعد